النهارده يا جماعه هقول لكم على خروجه من احلى الخروجات اللي خرجتها في حياتي، ومن احلى الخروجات اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه. اجواء المكان كانت بجد خطيره، كانت اول مره بالنسبه لي اروح المعز. انبسطنا جدا وغيرنا مود واتفرجنا على كذا شو، بجد مكان عالمي. وطبعا المكان ده هو صاحب السعاده اللي موجود في المعز. بجد يا جماعه من احلى الاماكن اللي رحتها في حياتي، انبسطت جدا. المود بالنسبه لي كان جديد ومش قادره اوصف لكم بجد بناتي ازاي انبسطوا الحمد لله باليوم. سواء رحتوا مع عيلتكم او رحتوا مع اصحابكم، صدقوني هيبقى يوم عالمي وكلكم هتنبسطوا جدا. الاكل كمان هناك بقى فاجئني انه حلو قوي، عندهم تشكيله كبيره جدا في المنيو، الاكل المصري الشرقي على اصوله. وعايزه اقول لكم ان انا كنت راجعه من السفر كان نفسي اكل قوي محشي بس حد يعمله لي، وعايزه اقول لكم ان هو عجبني جدا هو الملوخيه. وعجبتنا قوي كمان طاجن اللحمه الكباب الحله ده، والمشويات عندهم برده كانت حلوه، بالذات الحواوشي كان عالمي، والرز المعمر برده هناك قصه تانية خالص. من كتر ما انبهرت بجد بالمكان قلت لكل الناس اللي انا اعرفهم في حياتي على المكان ده ان احنا لازم يكون ده خروجتنا الاساسيه. خلاص يلا هستناكم تروحوا صاحب السعاده، هو كمان